اوعى تمسك التليفون زي كده، ممكن يجيلك مرض جديد اسمه التكست نيك، وتركة بسيطة بتبوظ بطارية التليفون عندك واللابتوب. وهل الشرب في الجلة أحسن من الفلتر؟ هل مية الجلة تعتبر حية وقلوية؟ وأخيرا، اوعى تغسل الرز كتير قبل الطبخ. الحلقة الرابعة من تركات تودي في داهية، ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب، وندخل على طول في أول تركة معانا وهي الشرب في الجلة. هل المية في الجلة تعتبر مية قلوية، مية حية وأحسن من مية الفلتر؟ وخلينا أبدأ كواحد جاي من الصعيد الجواني، فالجلة لها مكان خاص في قلوبنا. واللي ما يعرفش، الجلة ده وعاء من الطين بيحفظ المية جواها، ومسام الطين دي بتسمح بتبخر المية بشكل طبيعي، وبالتالي المية تبرد. ولكن المسام دي يا ابو خالو برغم فايدتها الا انها ممكن تدخل بكتيريا داخل المية زي الليجينيلا، ودي ممكن تعمل امراض خطيرة لو المية مش نظيفة. عندك مثلا بحث منشور من جامعة الاسكندرية بيقول ان المسام دي بتزود من احتمالية التلوث البكتيري لما قارنوها بالاوعية الزجاجية والبلاستيك. عشان كده الأحسن ما نخزنش المية في الجلة لفترة طويلة. وبالنسبة لحتة المية القلوية، الجلة معمولة من الطين، والطين فيه معادن، بعض المعادن دي بتطلع في المية فبتزود القلوية سنة زيادة، وكمان بتعمل حاجات كويسة زي انها بتحسن الاكسجين المذاب. واخيرا نجاوب على سؤال، هل مية الجلة احسن من الفلتر ولا لا؟ اقول لك الفلتر، وده عملنا عنه حلقة مفصلة قبل كده، كل مرحلة او شمعة منه بتشيل حاجة معينة. يعني مرحلة تشيل الكلور، مرحلة تانية تشيل العناصر الضارة والثقيلة، مرحلة تشيل البكتيريا وتعقم، وهكذا. للأسف الجلة ما فيهاش الكلام ده، وبالتالي علميا، وانا عارف الكلام ده هيزعل ناس وانا منهم، الفلتر احسن من الجلة في تنقية المية. وبالنسبة للمية الحية في الجلة فده موضوع كبير محتاج حلقة لوحده، لو عايزين نعملها اكتبوا لي في التعليقات تحت. وده يودينا للتركة رقم 2، وهي مسكة التليفون بزاوية زي كده. بص يا ابو خالو، وزن راسك تقريبا 5 كيلو، يعني لو مسكت التليفون زي كده في مستوى راسك ومفيش اي زاوية امالة لتحت كده، الضغط على فقرات الرقبة والعمود الفقري بحمل كام كيلو؟ ايوه جدع، 5 كيلو. اما بقى لو ميلت راسك لتحت بزاوية بس 30 درجة، حاجة بسيطة جدا، تخيل الحمل والوزن يبقى كام كيلو؟ 18 كيلو. الله الله الله، ده اكتر ب3 اضعاف. طب لو ميلت اكتر 45 درجة، الوزن والحمل على فقرات الظهر بيبقى 22 كيلو. لو ميلت اكتر كمان 60 درجة، هنا الوزن 27 كيلو. انت شايف الفرق؟ عند الزاوية 0 كان الوزن 5 كيلو، لما ميلت راسي بس 60 درجة الوزن كان 27 كيلو، وده وزن طفل صغير كأنك شايله على طول ومحمله على فقرات الرقبة من ورا، وده اللي بيعمل شد في العضلات والتهابات، وممكن يأثر على الأعصاب كمان، وفي بعض الحالات ممكن يعمل انزلاق غضروفي. سمعك اللي بتقول والله يا ابو خالو انا على طول حاسس بألم في فقرات الرقبة هنا. اقول لك الموضوع فعلا شائع، وعشان كده العلماء طلعوا اسم مرض جديد عليه اسمه التكست نيك او التيك نيك. عشان كده دايما خلي التليفون في مستوى عينك، وخد فترات راحة كل من 20 ل 30 دقيقة عشان تقلل الضغط على الفقرات دي. ولو بتحس بألم اعمل تمارين لعضلات الرقبة والكتف. وبذكر التليفون، التركة الثالثة دي اخدتها من مارتن موظف الكمبيوتر عندنا في جامعة الملكة. قال اكتر حاجة بتأذي بطارية التليفون او اللابتوب، والاتنين معمولين من بطارية اسمها بطارية الليثيوم، هي ان انت تسيبهم في الشاحن على طول او حتى تسيبهم طول الليل. عدو بطارية الليثيوم يا ابو خالو في العموم هي الحرارة. لما تسيبهم في الشاحن على طول ده بيعمل حاجة اسمها الإجهاد الحراري، والتليفون أو اللابتوب على طول يبقى سخن، وده طبعا هيضعف كفاءة البطارية، وطبعا يقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالشحن، وبالتالي تلقى البطارية بتفضى بسرعة. لما البطارية توصل ل100% شحن، التليفون هنا بيبدأ في حاجة اسمها الشحن بالتنقيط تريكل تشارجنج عشان يحافظ على الشحن الكامل. دي عملية بطيئة لكنها بتضيف ضغط إضافي على البطارية، ملهاش أي فايدة بل لها أضرار، لأنها بتمنع البطارية من تفريغ الشحن الطبيعي اللي بيحافظ على صحتها. عشان كده استخدم الشاحن الذكي، وده اللي بيفصل تلقائي أول ما التليفون يوصل ل100% شحن، وبالتالي يحافظ على عمر البطارية ويقلل من ضرر الشحن المفرط. تخيلوا خبراء التكنولوجيا كمان بيقولك حاول دايما تحافظ على نسبة الشحن في تليفونك ما بين 20 ل 80%، يعني أول ما ينزل عن 20% أدخله في الشاحن، وأول ما يوصل ل 80% أطلعه من الشاحن أصلا. في خبراء تاني بتقولك 90%، لكن ما توصلش ل 100%، لأنك لو كل مرة بتوصل ل 100% على المدى البعيد ده ليه تأثير سلبي على عمر البطارية. التركة الرابعة وهي شرب المية.
سمك اللي بتقوله هي كمان شرب الميه بيجي ترك غلط. اقول لك ايوه طبعا، انت لو بتشرب الميه كتير مره واحده ده طبعا غلط، ممكن يعمل حاجه اسمها تسمم الميه، ووتر انتوكسيكيشن. وده بسبب حاجه اسمها الهايبونتريميا، لما الكلى ما تعرفش تصرف كميه الميه الكتير اللي داخله ويحصل خلل في مستويات الصوديوم في الجسم، وده طبعا خطر. عشان كده الاحسن شرب الميه ببطء وعلى فترات طويله طول اليوم، ده هيعمل ترطيب للجسم صح ويريح المعده. التركه رقم 5، لو انت من الناس على طول اللي بتحط سماعات الودن وبتشغل الصوت عالي، تعال اقول لك ايه اللي ممكن يحصل. الاذن الداخليه فيها خلايا شعر دقيقه، ودي اللي مسؤوله عن نقل الاشارات الصوتيه للمخ. لما تتعرض للاصوات العاليه بشكل مستمر، الخلايا دي بتتلف مع مرور الوقت، وللاسف الخلايا دي ما بتتجددش، وده ممكن يؤدي لفقدان السمع التدريجي او حتى فقدان السمع بشكل دايم لو الضرر كان كبير. سمعك اللي بتقول انت قلت صوت عالي، صوت عالي اللي هو قد ايه يعني؟ اقول لك العلماء قالوا ان اي صوت اعلى من 85 ديسيبل لفترات طويله ده يعتبر خطر. وعشان اقرب لك الصوره ولا الصوت في الحاله دي، المهم لو انت بتسمع حفله موسيقيه، هنا الصوت ممكن يكون من 100 ل 120 ديسيبل، يعني اعلى من الخطر. ده غير كمان لو بتحط السماعات على طول، ده هيراكم العرق والرطوبه وممكن يعمل لك التهاب في الاذن الخارجيه. عشان كده الدكاتره على طول تقول لك اعمل قاعده 60 60، ما تستخدمش السماعات لاكتر من 60 دقيقه في المره الواحده، وبصوت ما يزيدش عن 60% عن مستويات الخطر اللي قلنا عليها من شويه. وخد فترات راحه، لان الاجهاد ده بيتعب الاذن حتى لو الصوت واطي. والاحسن طبعا تستخدم السماعات المفتوحه اللي بيسموها الاوبن باك هيدفونز، زي كده، مش زي دي مقفوله من ورا، كلوزد باك هيدفونز. السماعات دي بتدخل الهواء وبتقلل من الحراره والرطوبه. التركه رقم 6 معانا وهي الشاي المغلي. في ناس تقعد تغلي الشاي كتير لغايه ما يغمق، ودي مشكله كبيره. انت كده زودت التاننز اللي في الشاي، هتخليه مر اكتر، هيقلل من امتصاص الحديد في الجسم وبالتالي يجيلك انيميا. عشان كده الاحسن دايما الشاي يكون كشري وخفيف، ويا سلام كمان لو بدون سكر، كده انت برنس البرانيس. التركه السابعه والاخيره، في ناس بتغسل الرز كتير قبل الطبخ عشان يشيل النشا اللي فيه وما يتخنيش، وخليني اقول لك ان ده مش صح. المفروض نغسله مره او اتنين بالكتير عشان نشيل الاتربه او غيره. اكتر من كده يا ابو خالو انت هتشيل بعض الفيتامينات الضروريه في الرز زي فيتامين بي 1. ونروح دلوقتي لفقره وهو شات جي بي تي قال ايه. وعلى فكره انا سميته برنس البرانيس، تعالوا كده نشوف هو فاكر اسمه ولا لا. وعلى فكره اللي متابع الفقره دي هيلاحظ تطور رهيب في شات جي بي تي والمحادثات بتاعته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو خالو. الله، انت عارف اسمي؟ طب انت فاكر الاسم اللي انا سميته لك؟ اكيد فاكر، انت سميتني برنس البرانيس. طب والله جدع. بص يا برنس البرانيس، احنا بنصور النهارده فقره وهو شات جي بي تي قال ايه، وبنتكلم عن تريكات تودي في داهيه. عايزك تقول لي رايك في الناس اللي بتستخدم التليفون بزاويه لتحت والاماله والضغط على فقرات الرقبه، مرض اسمه التكست نيك. رايك فيه ايه ونصايحك للناس؟ رايي يا ابو خالو ان استخدام التليفون بزاويه الاسفل بيحط ضغط كبير على فقرات الرقبه، وده اللي بيسبب مرض نقلاشه الرقبه او تكست نيك. عشان نتجنب المشكله دي، انصح الناس يرفعوا التليفون لمستوى العين بدل ما ينحنوا، وياخدوا استراحات منتظمه لو استخدموا التليفون لفترات طويله. كمان ممارسه التمارين اللي بترخي عضلات الرقبه بتكون مفيده جدا. شكرا يا برنس البرانيس. على الرخد والسعه يا ابو خالو. مشكلة. اكتبوا لنا في التعليقات تحت لو في تريكات تانية حابين نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي. وفقرة الشعر العربي مع الشاعر الكبير البارودي بيتكلم عن حياة الذل والمهانة. أكتر مشهد عجبني في الأبيات بيتكلم عن غمد السيف، مش راضي يدخل في السيف، داق عليه يعني اطلع اتحرك. والناس اللي بتتذل عشان تعيش بيقول إن حياتها أضر عليها من الحمام اللي هو الموت. تعال نسمع بيقول إيه. أبى الدهر إلا أن يسود وضيعه ويملك أعناق المطالب وغده، فحتام نسري في دياجير محنة يضيق بها عن صحبة السيف غمده. إذا المرء لم يدفع يد الجور إن سطت عليه، فلا يأسف إذا ضاع مجده. ومن ذل خوف الموت كانت حياته أضر عليه من حمام يؤده. ومن ذل خوف الموت كانت حياته أضر عليه من حمام يؤده. وأقتل داء رؤية العين ظالما يسيء ويتلى في المحافل حمده. على ما يعيش المرء في الدهر خاملا
أيفرح في الدنيا بيوم يعده، يرى الضيم يخشاه فيلتز وقعه، كذي جرب يلتز بالحك جلده. من العار أن يرضى الفتى بمزلة، وفي السيف ما يكفي لأمر يعده. من العار أن يرضى الفتى بمزلة، وفي السيف ما يكفي لأمر يعده. وفي السيف ما يكفي لأمر يعده. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. شوفكم حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. Alma Tube is good. Alma Tube is good.